عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم طاجين شطون الشمالي. كيصايبوه بزاف في الشمال فاش كنمشيو هكا للشفشاون كناكلوا الطاجين. كنت كليتوه واحتاريت في المذاق ديالو في الطعم ديالو، يعني سولتهم وقالوا لي المقادير ديالهم. قلت علاش لا اللي ما نشاركش معكم المقادير حتى نتوما. شنو عندي هنا البنات؟ عندي مطيشه حكيتها ما بين جوج ثلاثة او اربعة على حسب الكميه اللي بغيتو. درت تويمه حكيتها، شويه القزبر والمعدنوس، درت ورق زيت ناموسه، درت شويه ديال الكمون، سكينجبير، الخرقوم والبزار، درت كذلك زويته بلديه، درت شويه ديال التحميره شويه. كذلك غتزيدوا واحد الاضافه اخرى حتى هي واحد المعلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحب، معلقه صغيره بحال هكاك، وكتخليوها بحال هكا كتقلى واحد شويه هاد لاصوص. عاد من بعد تضيفوا عليها الشطون اللي بطبيعه الحال غسلتوه ونقيتوه، كنحيدوا له داك الشويكات اللي تيكونوا فيه وكنطويوه على جوج بحال هكا وكنحطوه. صراحه كيجي زوين بزاف. وهما كيديروه مع الخضره، كيديروه مع البطاطا بحال هكا. فانا ما بغيتش، عجبني نديرو غير مع لاصوص، لحقاش غير بلاصوص ديال الطوماط كيجي لذيذ. صدقوني المذاق ديال هاد الطاجين كيجي هائل بزاف بزاف البنات. وكيشوف معايا المكونات ديالو جد بسيطه. ونسيت واحد النقطه ما قلتش لكم، عصرت واحد نص حامضه على لاصوص حتى هي عصرتها. تقدروا تزيدوا حتى الاعشاب المنسمه البنات الا عندكم، تزيدوها حتى هي غادي زوينه بزاف. صافي بديت كنحط هكا في الشطون كيف تشوفوا معايا، وغادي نخليه يطيب، نقص عليه الحراره حتى يطيب ليا مزيان على راحته. وفي الاخير غادي نزوقوه هكا بدويرات ديال الحامض. هانتوما هنا كي كتشوفوا معايا. صافي كتخليه كيطيب هذيك الصوص ديالو، ما كديروا فيه لا ما لا والو البنات، غير نقصوا الحراره باش كيطيب على راحته. وقدمت معاه واحد السلطه اللي خفيفه بالمعقوده كيف هانتوما غتشوفوا معايا التفصيل ديال السلطه. صراحه كيجي زوين بزاف البنات. ونقول لكم شهيه طيبه ان شاء الله، مصدقاني الا جربتوا هاد الطاجين ديال الشطون الشمالي. كيجي معتبر في المذاق، صراحه كيجي زوين بزاف. كيشو معايا هنا. صافي غادي نخليه يطيب. الفكره سهله بزاف، غير اللي ما بغاش يديرها راه كيجي لذيذ. انتما كتشوفوا معايا عاوتاني ضفت عليه كذلك الكمون مره اخرى، حيت الكمون كيعطي المذاق. وتزيدوا كذلك حتى الفلفل الحار حتى هو ترشوه حتى هو من الفوق. كيشو معايا ديال السلطه ديالنا، فيها شويه ديال البطاطا، فيها الخيار مطيشه، فيها كذلك التفاح مقطع. وتمك البنات الدجاج بطبيعه الحال قليته مع البيض والشابلور. تقدروا ما ديروش كاع، فانا كنت ضفتو. وكان هذا هو الغدا ديالنا.